سجلت في هذه المباراة. ندخل مباشرة في الموضوع. أعطينا هدف الفوز الذي سجله رافينيا المتألق هذا الموسم في صفوف نادي برشلونة. رافينيا حسم الأمور في آخر دقائق وآخر ثواني المباراة بهدف يعتبر طعنة في صدر نادي بنفيكا وفي ظهر نادي بنفيكا. نقول في صدر لمن اعتبروا فوز برشلونة عادل وعادي، ولكن نعتبرها طعنة في الظهر لمن اعتبروا أن الحكم حرم بنفيكا من ركلة جزاء. مباشرة جاء بعدها هدف نادي برشلونة. فرحة هستيرية للاعبين والأنصار. لا أحد كان يتوقع أن برشلونة سيعود في هذه المباراة التي شهدت الكثير والكثير من الأهداف. محمد، هذو هما الفرق الكبرى حقيقة. شوف كي تشوف اللقاء تاع البارحة تقول بالك النتيجة عندما كانت 3-1 وبعدها صارت 4-2. نعم. تقول بالك فريق بنفيكا ما راحش ينهزم. مي القوة تاع فريق برشلونة والعزيمة اللي كانت عنده فاز ب 5-4. وكي تشوف مجريات اللقاء حقيقة أنا نقول باللي فريق برشلونة يستحق هذا الفوز. باسكو كي تشوف الإحصائيات من ناحية الاستحواذ من ناحية التسديدات نحو المرمى حقيقة فوز مستحق. أنا نقول باللي فوز دراماتيكي باسكو النتيجة كانت 4-4 سجل في الدقيقة كما نقولوا في الطمور. أنا نقول باللي حقيقة هذا الموسم فريق برشلونة كاين بعض اللقاءات بالك اللي ما كانش في أحسن يومه. نعم. هذا اللقاء هذا في الشامبيونز ليغ فوز مستحق 100%. فليك والأفكار الانتحارية. أمين، برشلونة لعب بالنار التي كادت تحرقه في مباراة أمس. شوف، أولا نبدأ بالريمونتادا. صحيح كانت هناك ريمونتادا، ولكن أنا ما شاهدته هو ريمونتادا كان بطلها الحكم، حكم اللقاء. حكم نعم، الذي منح ركلة جزاء تقريبا وهمية حسب رأيي لبرشلونة حين كانت النتيجة 4-2. سجلها ليفاندوفسكي لتصبح النتيجة 4-3. بعدها حرم بنفيكا من ركلة جزاء جاء على إثرها هجوم معاكس تكلل بهدف الفوز لبرشلونة. هذا أولا. ثانيا، برشلونة لم يكن في أحسن أحواله. أمين، هذه المباراة ناقص خطر دقة من جديد، خصوصا على مستوى الدفاع. دفاع برشلونة كان كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هجوم بنفيكا تمكن من الدخول من العمق، تمكن من اختراق الجبهتين اليسرى واليمنى، سجل هدفا وكاد يسجل هدفا بنفس الصورة بعد 2 أو 3 دقائق فقط. الحكم أثر على نتيجة مباراة أمين بكل تأكيد، هو الذي منح الفوز لبرشلونة بكل تأكيد. مدرب نادي بنفيكا قال ركلة الجزاء التي لم يحتسبها الحكم في الدقيقة 94 تعتبر خطأ فادحا أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة. قال بأن الحكم احتسب ركلات جزاء أخرى في المباراة، وهذه الركلة كانت أوضح من تلك التي احتسبها. هل توافق الرأي أمين؟ محمد، شوف أنا نتكلم. أنت كي تشوف اللقاء فريق برشلونة حقيقة من ناحية استحواذ في كل لقاء. ما تقوليش في بعض الفترات باسكو اليوم بن شابير يقول لك اللقاء الدفاع كان هاش تاع فريق برشلونة. من فريق تاع بنفيكا تلقى 5 أهداف ثاني. لهذا كي تجي تشوف انت اللقاء سي فري باسكو اليوم راك تتكلم على فريق برشلونة كي توزن الميزان فريق صح كبير، فريق بنفيكا اللي متكون بالفريق كما نقولوا احنا شاب، بعض اللاعبين اللي عندهم خبرة. لهذا تلقى 4 أهداف حقيقة، ما يسجل 5 أهداف وفاز باللقاء بمساعدة الحكم. لا، الحكم ما تقدرش تقول الحكم سيفري بالك يقدر يغلط. مي انا نقول في اللقاء هذايا سيفري بالك كانت ضربة الجزاء كانت منعرج اللقاء وين راحوا ديجا هجمة معاكسة بس سجلوا هدف الخامس. هذا ما يعكسش الفوز تاع فريق برشلونة. نعم، مباراة تاريخية وعودة ملحمية ونتيجة ستكتب بأحرف من ذهب في تاريخ نادي برشلونة. صعب جدا أن تكون خاسرا في آخر 10 دقائق بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين ثم تعود وتعمل ريمونتادا ستبقى في أذهان الكتالان. يجب أن نتحدث عن التغييرات التي أقدم عليها فليك الذي قلنا بأنه أصبح يمتلك أفكارا انتحارية. يعني
تخسر في مباراة مثل هذه لم يكن أحد من أنصار برشلونة سيسامحه عليها، ولكنه عاد واستدرك بفضل التغييرات التي كانت مفصلية وكانت ناجحة وناجعة. نعم، دخول دو يونغ، دخول لوبيز، دخول غارسيا اللي سجل الهدف الرابع، دخول طوريس اللي قدموا اضافه كبيره. في بعض الاحيان واش يقول لك في كره القدم، يقول لك الشوط الثاني للمدربين. نعم. تعرف كيفاش تجري التغييرات، بالك هذوك التغييرات هما اللي حيمدوا لك اضافه. لهذا اللاعبين، كل اللاعبين اللي دخلوا في فريق برشلونه مدوا اضافه ومدوا الحلول للفريق بعد ما كان منهزم. لهذا كوتشينج رائع من المدرب فلينغ لهذا الموسم حقيقه. روبين باللي عنده مستوى كبير. نعم. ومستوى ديالو تاع فريق الكبرى. نريد أن نعلق على هذه الكواليس. إذن رجل المباراة كالعادة رافينيا الذي سنتحدث عنه بعد قليل، يؤدي موسما رائعا مع نادي برشلونة. مشجعو بنفيكا لم يتحملوا هذه الخسارة وأشاروا يعني وكانوا يقول الرشوة، يلمح لأن برشلونة يعتمد على الأموال أو الرشوة في صورة واضحة لحكم المباراة. شاهدنا كما قلت العديد من الأحداث التي حملتها لنا هذه المباراة. هذا تصريح فليك في نهاية المباراة الذي هنأ لاعبيه وقال بأن هذا الفوز يعود للمجموعة وليس للاعب واحد فقط، رغم أنه كان صاحب الفضل الكبير في هذه النتيجة بفضل تغييراته الناجحة والناجعة التي اعتمد عليها. صاحب الفضل الأكبر كان الحكم، ولكن تغييرات فليك صحيح جلبت بعض التغيير في صفوف نادي برشلونة، ولكن حتى مع التغيير تلقى برشلونة الهدف الرابع مباشرة تقريبا بعد تسجيل الهدف الثالث. تلقى الهدف أو الهدف الثاني، زاد تلقى الهدف الرابع. بعدها أنقذ الحكم برشلونة ومنحه كرة أو ركلة جزاء تقريبا قلت لك وهمية للامين يامال. كان احتكاك عادي جدا داخل منطقة العمليات بين المدافع وبين اللاعب. الحكم صفر ركلة جزاء مباشرة دون أي تردد. سجل برشلونة الهدف الثالث. أعتقد أنه تلك ركلة الجزاء تلك هي التي كانت منعرج اللقاء. هل خان تشيزني ثقة فليك؟ شوف، في المباريات الأخيرة ارتكب خطأ وخرج بالبطاقة الحمراء ضد ريال مدريد. إذن تشيزني يخون ثقة فليك مرتين. نعم، وفي هذا اللقاء ثاني في اللقاء تاع الشامبيونز ليغ أنا نظن باللي تشيزني ما راهوش في أحسن أحواله، اللي هو حارس اللي عنده خبرة. نقول باللي في برشلونة مازال ما كسبش الثقة كما ينبغي. بالك مع مرور المباريات، ما يخفالكش محمد ما راهوش يشارك كثير. نعم، أعطينا نظرة بيدري لتشيزني. حمزة تفضل. نعم، هنا خطأ فاتح بين الحارس والمدافع بالدي. أنا تحسوا باللي شوف لو كان حكم وما كانش الكاميرات ولا كان قادر يشوف بيدري مليح ما كان يغزر في تشيزني. نعم، بس ارتكب خطأ فادح. كاين تقارير تحدثت عن أنه تشيزني لا يحسن اللغة الإسبانية، لذلك ما كانش تواصل بينه وبين بالدي. ولكن حتى خروجه، طريقة خروج تشيزني كانت مخاطرة كبيرة جدا. شوف كان قادر يزيد يتعرض بالدي الإصابة خطيرة، كان تدخل هو قوي جدا. وحتى هو لحسن حظه أنه اللقطة كلفته هدف فقط، ما كانش عندها تداعيات أخرى على اللاعب، على الحارس وعلى قال اخترته لأنه حارس مرمى يتمتع بالخبرة والشخصية، وقد فكرت بأن يكون هو الحارس الأساسي في هذه المباراة. هل أخطأ فليك؟ لا، لم يخطئ، لأنه ما لازمش نلخصوا اللقاء تشيزني كله في لقطة الهدف الذي تلقاه وحتى تسبب في ركلة جزاء أيضا لنادي بنفيكا. يعني ارتكب خطأين فادحين، ولكن في المقابل كانت قام بالعديد من التصديات في اللقاء، تصديات اللي كانت قادرة تغير مجريات المباراة. ولكن تعرف أنه حارس في مباراة مثل هذه يرتكب خطأين، لحسن حظه أنه رافينيا سجل هدف الفوز الثواني الأخيرة، وإلا كانت الصحافة الكتالونية راح تذبحه ذبحا.